السلام عليكم طلابنا وطلاب تالتة ثانوي، يا ريت تكونوا بصحة وخير وسعادة إن شاء الله. النهاردة هلم لك زتونة المنهج. بص هدي لك حقنة كده برشامة للمنهج. كل باب هدي لك فيه 7 8 مسائل، أسهل ما يكون والدنيا بسيطة. هخليك الإحصاء كده حاجة بسيطة تاخدها وخلصنا على كده. تعبت انت من اللف ودورت وجريت هنا وهنا وحسيت الدنيا صعبة وملازم وشغل وده بيجري في الباب ده وده بيجري في الباب ده. الموضوع بسيط، كل باب 7 مسائل. يلا نشوف الدنيا أسهل ما يكون. اوعى تلخبط، وانت ركزي يا فريدة اللي قاعدة مش مركزة ركزي. ماشي تمام. أول نقطة يا جميل، يلا نبتدي. زتونة المنهج هنتكلم في الباب الأول. الباب الأول بيتكلم فيها يا شباب، بيتكلم في معامل الارتباط. مين معامل الارتباط؟ معامل الارتباط ده برموز له بالرمز ر. ر ده بينتمي لفترة اسمها السالب واحد وواحد. السالب اسمه عكسي والموجب اسمه طردي. خلصنا، السالب عكسي والموجب طردي. طيب كله بيعمل يهرف قوانين وراح ويجي والقصص دي. لا 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 لا، الموضوع بيتلخص في كام مسألة؟ مسألتين. يعني انت يا مستر عاوز تجيب معامل ارتباط؟ طيب مسألتين اهو، ادي واحد وادي اتنين. الاولى دي زي ما انت شايف الراجل مديلك ايه؟ مديك سيجما س وسيجما ص وسيجما س ص والكلام ده. ده معامل الارتباط ايه؟ الخطي. احفظ القانون، ما انتش حافظه هيجيلك في المفاهيم، بس طبعا تحفظه خلاص الدنيا بسيطه جدا. نشوف القانون. معامل الارتباط بيساوي ن سيجما س ص ناقص سيجما س في سيجما ص. حطيناهم بعد كده فردناهم تحت جذرين ناقص قوسين. بص جذرين وافتح قوسين. ها حط لي يلا يا معلم هنا سيجما س، هنا سيجما ص، هنا نون دي سيجما س أس 2 نون سيجما ص أس 2. يلا نبدأ اهو ده يا شباب. الموضوع سهل، حفظت القانون حطيناه. طبعا ده النوع الأول نوع مباشر. حط نون بكام؟ دور على نون ب5. ها سيجما س ص، سيجما س ص ب50. ها سيجما س في سيجما ص 10 في 20. انزل لتحت جذرين. بص قوسين أس 2 وحط فيهم ال10 وال20 عشان ما تتهليش. مين النون؟ النون موجودة معاك بره. النون ب5 5. وبعد كده جيب لي سيجما س وسيجما ص. سيجما س تربيع ب30، سيجما ص تربيع بكام؟ ب90. ونحسب ده يا شباب على الآن. طلع بواحد، طلع ب2، طلع ب90، طلع زي ما طلع. طبعا طالما طلع بواحد ده يبقى الناتج بكام يا شباب؟ ها هو طبعا ناتج واحد، ده اسمه طردي تام. طردي يا شباب تام. خش يا مستر على اللي بعد. معامل الارتباط التاني، اول ما تلاقي فيه افتكر التاني. من القانون التاني؟ ر بتساوي 6 سيجما فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد. اوعى تتوه وخد بالك. شوف الواحد، شوف الواحد، بص اهو. مش تروح تكتب لي 1 - 6 فوق، لا الدنيا بسيطة. بيساوي يا مستر يلا. بص شوف كنا هنغلط اهو، لا مش هنغلط اهو. الواحد الأول، الواحد الأول، ال6 تنزل فين الفروق اهي؟ 40. طيب نون بكام؟ ب5. 5 أس 2 ناقص واحد. احسب حساباتك وليكن تطلع -1. طب لو -1 يبقى ايه؟ عكسي بس ايه؟ تام. الدنيا سهله. النوع التاني يا شباب، انت دلوقتي جبت معامل الارتباط حلو، طلع ب10، طلع ب5، طلع مش عارف ايه. افردها معايا شويه، ما تقعدش مزرجن وحس الدنيا معقده. الدنيا سهله وبسيطه، ركز يا واد. اقوى معامل ارتباط ايه يا مستر؟ اقوى معامل ارتباط؟ لا ده مش ارتباط. ها ركز معايا. طيب يا ده يا ده يا ده. بص بعد العلامه. دي 7 ودي 9 ودي 2. مين الكبيره؟ دي الكبيره قوي خلاص. طب لو جه قال لك ايه؟ اقوى معامل ارتباط
عكسي، كتب كلمة عكسي، يبقى هدور على السالب، يا إما دي يا إما دي. طب قال لك أقوى معامل ارتباط طردي، طالما قال طردي يبقى دي الإجابة الصح. يعني بالبلدي العكس خد السالب، والطرد خد إيه يا معلم؟ الموجب. خش على اللي بعده. معادلة الانحدار. معادلة الانحدار عشان ما تهريش يا شباب 3 مسائل. خلصنا. أول حاجة القيمة المتوقعة، أول سؤال. تانية الخطأ. التالتة إن أنت تعرف معامل الارتباط من معادلة الانحدار. أنا ما فهمتش حاجة يا مستر، يلا نشوف. أول حاجة الراجل عاوز القيمة المتوقعة أهي. تاني واحدة عاوز الخطأ أهي. نشوف كده القيمة المتوقعة، الموضوع سهل. شيل السين حط مكانها الخمسة. إذا كان معادلة الانحدار ص على س، من غير ما أول ما تسمع القيمة المتوقعة شيل السين حط مكانها، يبقى الصاد بتساوي 3 زائد 2/10 في 5 ب4. خلصنا. اللي بعده الراجل دلوقتي مديك إيه؟ مديك معادلة الانحدار وعاوز منك الخطأ. أول ما تلاقي الخطأ ده لازم يطلع بقيمة موجبة، مش يطلع لك معاك سالب. الكلام ده غلط، دي أول حاجة غلط. دايما تدور على الإجابة السهلة والبسيطة، ما تقعدليش متنح. تمام يا شباب؟ ركز ركز ركز، انت شاطر، ما تضيعش الأيام دي منك. طيب الخطأ ده جيبه ازاي؟ أول ما تلاقي الخطأ شد عمودين، هنا الجدول ناقص التعويض. ايه يا مستر؟ فين القيمة الجدولية اهي. بص قيمة صاد الجدولية 4.6 ناقص التعويض. يعني ايه التعويض؟ يعني هتشيل س من المعادلة وتحط مكانها مين؟ الخمسة. بص اهي، هتشيل س من المعادلة 5 زائد 3، تحسب الحسبة تطلع لي بكام؟ ب4. تاني هشيل س من المعادلة واحط مكانها 5 اهو، واضربهم على الآلة عشان تحس ان انا عمال اشرح كلام صعب. بعد كده تعمل ايه؟ 4.6 ناقص 4 تطلع لك بكام؟ 6/10. اللي بعده يا مستر جميع النقط في الانتشار تقع في خط مستقيم. طيب نروح للحته بتاع الانتشار دي. انا عندي اشكال بسيطه جدا للانتشار. لو الخط كده وركز ركز، الدنيا سهله. بص سهل خالص. بص اهو كده وكده. لو النقط على الخط يبقى ده تام وطردي. طب لو كده تم برضو بس عكسي، يبقى ده طردي بالموجب وده عكسي بايه؟ بالسالب. طب النقط حوالين الخط بس قريبة كده يبقى قوي. طب هنا برضو قوي، بس قلنا ايه الفرق؟ عكسي برضو قوي. طب لو النقط ملخبطة كده، بصوا شلة كده مع بعض، بص عاملين دوائر كده ولخبطة كده، يبقى ده منعدم. حلو كده؟ حلو يا مستر، فهمت؟ وبالراحة كده ما تتوهليش شكل الانتشار. طيب جميع النقط في شكل الانتشار يا مستر ملها سالب. ملها سالب. الشمال ده السالب، الشمال ده السالب، ده السالب. بس كل النقط بتقع على الخط، بس كلهم واقعين على الخط يا مستر، يبقى دي الإجابة الصح. طالما واقعين على الخط يبقى ده إيه؟ -1 اللي هو تاني. واقعين على الخط يبقى تام، بعاد شوية عن الخط تبقى قوي، ملخبطين كده منعدم. طيب كده تمام، يبقى إيه؟ طردي. الناحية التانية يبقى إيه؟ عكسي. روح يا مستر على اللي بعد كده. طبعا عندك ازاي اقدر اجيب معامل، برضو المسألتين لسه احنا زي ما احنا. اللي المسألة دي اللي هي زي القانون الكبير بس جاية ايه؟ بس جاية مسألة مقالي. طبعا هنا سهل جدا، يقول لك عاوز اجيب معامل ارتباط، بتعمل حتة جدول كده وتحط هنا س وهنا ص وهنا س في ص وهنا س تربيع وهنا ص تربيع، وتبدأ تحط الأرقام. أدي 3 4 2 5، وما تنساش تجمع. أدي 7 و7 كام؟ 14. الصاد 8 5 11 2، اجمع. 13 و13 26. اجمع عادي يعني، أنا يهمني بس تعرف تجيب ده إزاي. ده اضربهم، 3 في 8 5 في 4 2 في 11 10. بضرب يا شباب، بضرب.
س تربيع، س تربيع عشان ما تتوهش، دي بجيبها ازاي؟ افهم، مش المشكلة في الجمع، بضرب كل واحد من دول في نفسه. ادي 9، 4 في 4 16، 2 في 2 ب4، 5 في 5 ب25. يلا الصاد، الصاد بجيبها ازاي؟ كل واحد في نفسه. 64، 25، 121، 4، وجمع طبعا. تمام. ادي دول 60، 60 66 76، 25 54. ادي دول قول 68، يبقى 89. تاني ادي 100، وادي كام؟ ادي 4 و5 9 10، 10 0 تبقى 14، 14 7، 7 و2 كام يا واد؟ 9، 9 و2 11، 11 يبقى 200. هجيب يلا القانون. فين القانون يا مستر؟ نعيده تاني. معامل الارتباط بتساوي طبعا مالكش دعوه انا بيها في الجمع، حتى لو الناتج ده غلط انت ما يهمكش، اجمع بالآلة مش قصه. طيب نون سيجما س صاد ناقص سيجما س في سيجما صاد على الجذرين، وافتح قوسين أس 2، واحفظ اهو سهل جدا. طيب هنا تحط مين؟ هنا هتحط لي سيجما س، سيجما صاد، سيجما س تربيع وقبلها نون، سيجما صاد تربيع وقبلها ايه؟ نون. يلا ابدأ عوض يا مستر، الموضوع بسيط جدا. دي نون 1 2 3 4، سيجما س صاد دور لي عليها 76. مجموع س ومجموع صاد. تمام، مجموع س ومجموع صاد هناك اهم. دول بص اهم اهو 14 في 26، انزل لتحت والجذرين وافتح القوسين والأس 2 عشان ما تلخبطنيش. كام؟ ادي 1 14 1 26 هم دول اهو. والتانية دي نون اللي هي ب4، سيجما س تربيع دور عليها 54، 4 في سيجما صاد تربيع 214، واحسب حسبتك شوفها لي بكام. اللي بعد كده يا شباب اول ما يجيلك ده النوع التاني من معامل الارتباط. طيب اعمل ايه يا مستر؟ ايه الموضوع؟ سهل جدا، ده معامل ارتباط الرتب. يبقى ترتب، امسك الجدول ده عليه كده من فوق، رتب يا اسد. رتب ازاي؟ اول حاجه ممتاز، طيب تاني حاجه جيد جدا، عسل. تالت حاجه جيد. الله، ده 3 وده 4. انت ما كتبتهمش فوق له يا مستر؟ اجمعهم. 3 زائد 4 على جنب كده، 3 زائد 4 على الاتنين ب3 ونص، يبقى ده ب3 ونص وده ب3 ونص. صعب؟ الدنيا سهلة جدا. طيب ادي انا وصلت لحد ال4، طب بعديها 5، بعديها 6، خلصنا يا معلم. خش على اللي تحت. مين اكبر حاجة؟ الممتاز. مين اللي بعديه؟ فين جيد جدا؟ ادي جيد جدا. فين جيد؟ اهو 3. طيب فين مقبول؟ ده في 2 مقبول. طب هتعملهم ازاي؟ ده 4 و5. يا مستر انت ما كتبتهمش تحت ليه؟ ما هم حاجتين، فبجان على جنب كده. 4 زائد 5 على الاتنين ب4 ونص، يبقى هنا 4 ونص وهنا 4 ونص. طيب بعدين انت وصلت كده لحد فين؟ بقى يا مستر بعد ال4 5 غلط، انا وصلت لحد 5، يبقى هنا كام؟ 6. دلوقتي بعد ما انت مرتبت وظبطت حالك هنبدأ نعمل ايه يا شباب؟ هنبدأ يلا نعمل الجدول. هنكتب هنا ايه؟ رتب س، رتب صاد، ف تربيع، وابدأ ظبط حالك ونشوف الدنيا ماشية ازاي. من رتب س يلا دي 1، 3 ونص، 2، 5، 6، 3 ونص، 3، 6، 4 ونص، 1، 2، 4 ونص. كتبت الأرقام يعني مش قصة. مين فيه دي يا أسد؟ مين فيه دي؟ اطرحهم لي من بعض، اطرحهم لي، اوعى تتوه. ما تتوهش في دي. انا بجيبها ازاي؟ بطرح 1 ناقص 3 بسالب 2، دي ناقص دي بسالب 2 ونص، دي ناقص دي ب2 ونص،
دي ناقص دي بأربعة، دي ناقص دي بأربعة، دي ناقص دي بكام؟ بسالب واحد. عادي، امسك آلتك واحسب عليها، مش قصة. بعد كده مين فيه تربيع دي؟ كل رقم اضربه في نفسه. 2 في 2 بأربعة، 2 ونص في 2 ونص بستة وربع، 2 ونص في 2 ونص بستة وربع، 4 في 4 بستاشر، 16 واحد. طب يا مستر الله، ده انت ما حطيتش سالب، ده ما بيطلعش فيه السالب، لا يظهر فيه السالب، ما تطلعليش سالب. اجمع دول، 6 و6 12، 13، 13 17 18، 18 وكام؟ 18 و32 يبقى ايه المجموع؟ 50. خلاص يا مستر، زي الفل زي الفل. بعد ما جبت مجموع فيه تربيع اكتب القانون. ر بتساوي 1 ناقص 6 مج فيه تربيع ن في ن تربيع ناقص 1. يلا ابدأ احط يا عم الارقام. 1 ناقص الستة تنزل، الفيه ب50 انزل لتحت، النون عد 1 2 3 4 5 6. 6 في 6 أس 2 ناقص 1. شوف الحسبة كام؟ خلصت معامل الارتباط. مسألة جميلة جدا اللي جاية. إذا وقعت النقط دي على خط انحدار فإن أنهي ارتباط طردي ولا عكسي؟ هو برضه في ملحوظة يا جماعة. معادلة الانحدار بص دي، لما اجي اقول لك الارتباط هنا ايه؟ تبص للي قدام السين موجب طردي. طرد ايه يا مستر؟ طرد وبس، طرد وخلاص، طرد ومعرفش. بص قدام السين. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل هنا بيقول لك دي معادلة الارتباط، او دي النقط دي وقع على خط، انت عاوز تعرف نوع الارتباط وبس، تجيب البه دي بيسموها الميل. مش البه دي كان لها قانون؟ الميل ده بجيبه ازاي؟ فرق السينات على فرق الصادات. ايه يا مستر انت بتقول ايه؟ الاول مع الاول تحت. بص ما تلخبطش، الاول مع الاول تحت، ودايما اكتب ده واروح لده غير له الاشاره. ده الاول مع الاول تحت والتاني فوق. 10 ناقص 5 طلعت لي بكام يا ريس؟ طلعت لي بسالب، طلعت لي بموجب، هتطلع طبعا بواحد. يبقى نوعه ايه هنا؟ طردي. فهمت قصدي؟ الاول مع الاول تحت، الاول مع الاول تحت والتاني مع التاني فوق. اخر حاجه معادله، عاوز نوع الارتباط. فين اللي قدام السين؟ اللي قدام السين دي سالب، يبقى نوع الارتباط انهي في دول؟ منعدم؟ لا طبعا عكسي. بكده خلصت الباب الاول، ما خدش في ايدي بتاع 6-7 دقايق. نخش على الباب ايه يا شباب؟ على الباب التاني. الباب التاني سهل وبسيط. نشوف كده الباب التاني. الباب التاني يا حبايبي حاجه اخر حلاوه. الباب التاني مبدئيا يا شباب دي جايه في الامتحان وش. الباب التاني الراجل عاوز الوسط والمنوال والمدى والوسط واكبر قيمه واصغر قيمه والقصه دي كلها. مساله زي دي كده يا شباب جايه في الامتحان. هو ايه الساق والاوراق؟ طبعا انا ما دخلتش معاك في الساق والاوراق في شرح والكلام ده كله، بس حاجه تعرفها ان الاولاني ده اسمه الساق والتاني ده اسمه يا شباب اسمه الاوراق، وبيكون فيه مطلوب على كده. خلاص. في طبعا بعض المسائل معانا احنا ماشيين معانا. ازاي تقدر يا مستر؟ وطبعا احنا بنشرح على الاسئله على طول. نتكلم دلوقتي في كام؟ 6 مسائل ملخص الباب كله. اول مساله ازاي اقدر اجيب المنوال؟ هبدا بدي. مين المنوال؟ فين المكرر كتير؟ بص كده هنا كده دول اهو، يبقى 83. خلصنا. لعب عيال. مين المدى؟ اكبر حاجه واصغر حاجه. طب ما تيجي نجيب اكبر حاجه. اكبر حاجه اخر رقم. فين اخر رقم؟ ده مش ده اخر رقم؟ وده 99. طب واصغر حاجه اول رقم 5 وجنبها صفر. 5 وجنبها ايه؟ صفر. اول رقم اصغر رقم واخر رقم اكبر رقم 50. طب هو عاوز ايه؟ المدى اكبر رقم اهو، اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه اللي هي كام يا اسد؟ 99 ناقص 50 تطلع 9 وكام؟ و40. طيب الوسط ايه الوسط ده يا مستر؟ الوسط ده مجموع الارقام على عددهم. تشد خط كده يا اسد الجبال. تمام يا عم الاسد، وتبدا تشتغل معاه. ابدا 50، 59، 64، 65،
فاهم بعمل ايه؟ 68. ها وانت ماشي كبر شوية. 68. كام اللي بعد كده؟ 67. وتنزل لي كل الأرقام دي. اتفقنا كده؟ 67 83 85. تجمعهم كلهم على عددهم. عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. على كام؟ 17 رقم. فهمت بعمل ايه؟ تاني. 50 59 64 65 68. وبعد كده تعدهم وتقسمهم عليه زي ما يطلع معاك. تمام؟ اخر حاجه واهم حاجه اللي هو اقدر اجيب ازاي الوسيط. اول ما تسمع الوسيط ترتيب يا ابن اللعيبه. ترتيب. ترتب. ادي 1 2 3 4 5 6. شوف برتب ازاي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طلعوا كام معاك يا معلم فردي؟ 17. ازود واحد واقسم على 2 تطلع لي بكام يا معلم؟ 17 واحد 18 9. رقم 9. فين 9؟ 3 و8. خلص السؤال. يهيأ لي يا شباب ان الدرس بسيط وملوش لازمه. خش على اللي بعده على اللي بعده على الربيع. اول ما تسمع الربيع وده سؤال التاني في الامتحان، الباب ده جاي عليه 5 أو 6 مسائل كلام فاضي. الربيع الادنى والربيع الاعلى المدى الربيعي والمنتصف والكلام ده. اول ما تسمع المدى والانحراف والكلام ده كله عشان تجيب الربيع الاول او الربيع الثاني او غيره، عندي نقطتين. النقطه الاولى ترتب، النقطه الثالثه تعد. رتب وعد. يعني قبل ما نقرا السؤال يبقى رتب وعد. رتب كده معايا. اصغر واحد كام؟ 2. يبقى نرتب 2 3 4. بعد الأربعة 7 8 9 11. تمام. أجيب العدد بتاعهم. تمام كده. فين العدد؟ أهو 2 3 4. برتب تصاعديا. 7 8 9 11. 1 2 3 4 5 6 7. عددهم 7. حلو. هنجيب ترتيب الربيع الأول. ترتيب ر 1. سهل جدا. بالراحة بقى. تجمع عليه 1 وتقسمه على الأربعة. ترتيب الربيع الثالث. تجمع عليه 1 وتقسمه على الأربعة. أنا هنا عاوز الربيع الكام؟ الأول أضرب في 1. الربيع التاني أضرب في كام؟ في 3. الربيع التاني أضرب في 2. أنا دلوقتي جبت كام؟ الترتيب. نعيد تاني معلش طريقتي غريبة شوية. أنت جبت الناتج هنا كام؟ جبت الناتج كام؟ 7. جمعت عليه 1 وقسمته على الأربعة. كده كده في أي مسألة اجمع عليه 1 واقسمه على الأربعة. أنت عاوز الرباعي كام؟ الأول أضرب في 1. الرباعي التالت أضرب في 3. طلع الحسبة. الحسبة هتطلع عليه كام؟ 2. والحسبة دي هتطلع عليه كام يا شباب؟ 6. دور على رقم 6. هنجيب بقى الربيع وده ترتيبه. فين الربيع؟ ر 1 ر 2 أو ر 3 قصدي. ر 1 ترتيبه التاني 1 2. الرباع التالت الكام؟ السادس. 1 2 3 4 5 6 9. تمام. اهو تاني 1 2 3 4 5 6. طيب عاوز دلوقتي نصف المدى الرباعي. نصف المدى الرباعي اللي هو الطلب الثالث ليه قانون ر 3 ناقص ر 1 على 2. ر 3 ناقص ر 1 على 2. خلص الموضوع. هيطلع لي بكام يا شباب؟ 3. ايه اللي بعده؟ ما هي نفس المسألة يا مستر، بس امشي معايا. هتلاقي في دي هنا كان طالع ايه؟ ارقام صحيحة. ارقام ايه؟ صحيحة. اشتغلت على طول. طب هنا طالع ايه؟ نشوف كده. اول حاجة رتب وعد. رتب كده 1 2 3 4
5 7 8 9. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو. احنا عاوزين ترتيب الرباعي الأول. ترتيب ر1، ترتيب ر3. كام؟ قلنا اتفقنا ن زائد 1 على 4. ن زائد 1 على 4. هضرب هنا في كام؟ في 1 واضرب هنا في كام؟ في 2. ن بكام يا معلم؟ ن هنا بكام؟ ب8 اهي 8. احسب حساباتك وشوف الناتج كام. 9 على 4. تمام، ركز وما تسرحش. 9 على 4 بكام؟ ب2 وربع. 2 وربع في 2 ب4 في 3 قصدي. 2 وربع دي 6 75. كده طلعت ترتيب الربع الاول وترتيب الربع ايه التاني. تاني بقى رتبت عديت. انا عاوز اجيب ترتيب الربع الاول وترتيب الربع ايه التاني. خلاص بقى انا حفظت سواء في دي او دي. ن زائد 1 على 2 في 1. ن زائد 1 على 2 في 3. طلعت الناتج. الله يا مستر ده كسر. كسر قانون. ايه الكسر قانون؟ بعد ما رتبت انا عاوز 2 وربع. 1 2 الاتنين اهي. شوف بقى بعملها ازاي انا. ر بتساوي على طول، ما تقعدش تحفظ. ابدأ بالصغير. الكبير ناقص الصغير في الكسر. وابقى انت احسن. ما فهمتش شوف لي التاني. انا عاوز 6 وربع. عد 6 بس. 1 2 3 4 5 6 اهو اكس. في رقمين اهو. ده الكلام ده لما يطلع لي ايه؟ كسر قانون. طيب كام يا معلم؟ ابدأ بالصغير. كام؟ ابدأ بالصغير. 7. افتح قوس. 8 ناقص 7. ابدأ بالصغير. ده ناقص ده في الكسر. 5 و7 وطلع الناتج. خلص الرباعي. طب طالب نصف المدى الرباعي. انت جبت ده وجبت ده وطرحه. ايه اللي بعده؟ الرباعي الأدنى والرباعي الأعلى ونصف المدى الرباعي. انت مصر يا مستر؟ طب ما انا عادي اطلع المسألة في ثانية. عاوز ترتب بالدماغ تمام، عاوز تكتبه من الأول تمام. احنا متفقين طالما عاوز رباع رتب وعد. رتب 56 59 64 65 69 70 71 73 76 77 78. انتوا فاهمين؟ 0 و80 82 82 85. رتبتهم. انا عاوز الرباع ايه الادنى. جيب ترتيب الرباع الاول. انت عديت عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عددهم 15. حلو. الرباع الاول ترتيب ن زائد 1 على 4 في 1. التالت ن زائد 1 على 4 في 3. سهل خالص. ما تقعدش تحفظ قوانين كتير. الأول بضرب في 1. التاني بضرب في 2. التالت بضرب في 3 ونفس القيمة. النون عندي بكام؟ ب15. حط يا عم ال15 أهو. احسب دول هتطلع لك ب4 وده هتطلع لي 16. 4 ب12 يبقى رقم 4. 1 2 3 4. ادي يا عم الرباعي الأدنى. كمل. 5 6 7 8 9 10 11 12. ادي الرباعي الكبير. طب نصف المدى الرباعي اطرحهم واقسم على الاتنين. 80 ناقص 65. 80 ناقص 65 والكبير ناقص الصغير على الاتنين وابقى احسب حضرتك. الدنيا بسيطة جدا 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 جدا. اللي بعد كده يا شباب تعالى نتكلم في ايه؟ حتة حلوة جميلة جدا جدا بنسبة كبيرة جاية. بنسبة كبيرة. إذا كان ترتيب الرباع ر1. ترتيب الرباع ر1 ماشي يا مستر. انت محفظني اصلا طريقة الترتيب بتساوي ن زائد 1 على 4 في كام؟ 1. ده ترتيب الرباع الاول اصلا. هيساوي ده كام يا معلم؟ 5 75. عسل قوي. وعاوز عدد القيم. عاوز ن بكام؟ الواحد ملوش لازمة. يبقى ن زائد 1 على 4 تساوي 5 75.
اضرب 4 في 5 75. ن زائد 1 على 4 تقريبا دي ب 23 بالآلة، مالكش دعوة بيا. بضرب دي في دي. طيب بعدين ودي اللي بعكس الإشارة، يبقى النون بتساوي 23 ناقص 1 بكام؟ ب 22. اللي بعده نروح على مسألة رقم 6. رقم 6 مسألة جاية بنسبة 99 في المقالي. مقالي ما تهزرش. طيب بص يا معلم، بيديك جدول ويطلب منك الرباعي الأول والرباعي التاني، فأنت بتيجي مكون جدول أسهل منه أهو يا سيدي، اللي هو هنا إيه؟ المجموعات. ثواني كده معلش، شيل ده. المجموعات التكرار الصح. معلش جدولي غريب شوية. حط لي الأرقام بالترتيب، أقل من 25 30 35 40 45، وبزود واحدة. زودت كام؟ بالخمسة، اللي هو طول الفترة. أنا بزود بالخمسة، زودت واحدة، وأقل من أقل من أقل من. طب بعدين ابدأ يا معلم، حط صفر، زود صفر وسبعة 7، 7 و3 10، 10 و5 15، 15 و10 25، 25 و5 30. حلو. ترتيب الرباعي الأول. ترتيب، أنت هناك كنت بتقول نون زائد واحد، لا هنا باخد المجموع على إيه؟ يعني نون على 4 في واحد. نون بكام؟ 30. 30 على 4 في واحد طلعت لي بناتج. وهنا 30 على 4 في 3 طلع لي بناتج تاني. الناتج الأولاني هيطلع لي بكام؟ ده ترتيبه عشان ما تلخبطش. هيطلع لي بكام الناتج هنا؟ شاب 7.5. وهنا الناتج هيطلع 22.5. يلا نشوف. عاوز بقى أجيب الرباعي. طريقة غريبة شوية. فين ال7.5 يا مستر؟ ادي ال7.5 هنا كده. طبعا يا مستر ده انا المفروض احفظ قانون في طول الفتره ومش عارف ايه كده، قانون كلبوشه قد كده ولا اي حاجه. الموضوع بسيط. بص ايه عامل، بص زي حرف. بص شفت الحرف انا عملته ازاي؟ ده وده واللي قصادهم. ابدا يا مستر. 30 زائد، شد خط، 7.5 ناقص 7 على 10 ناقص 7 في طول الفتره 5. خلص. الربع التالت. كلام فاضي. هو كام؟ فين 22 ونص؟ 22 ونص. فين 22 ونص؟ اهي. هاخد لهم كمان. بص حرف البتاع قلنا اللي عامل زي ايه. يلا ابدأ ب 40. 5 ده طول الفترة. كام يا معلم؟ ها هنا 22 ونص. 22 ونص ناقص 15 يعني ده ناقص ده، و25 ناقص 15. وحضرتك احسب بالآلة بتاعتك، شوف الحسبة كام. وبعد ما تطلع الحسابات دي هتجيب نصف المدى الرباعي ر 3 ناقص ر 1 على كام؟ على اتنين. ايه رأيك؟ انا خلصت الباب التاني. الباب التالت. الباب التالت ده الفاكهة، ده الشغل، ده اللي بيجيب الواد التميز، الواد الشطور، البت العبقرية. اوعى انا هديك كام حاجة هلخص لك الباب. طب يا مستر ده فيه مليون قانون. ولا بيهمني، انا بدي 3 قوانين بس واربع حركات. فين الاربع حركات؟ اول ما اسمع متنافيان اتصرف ازاي؟ متنافيان يعني التقاطع بصفر. احفظ بقى ورايا، دي البصمجه اللي انت المفروض تبقى حافظها. طيب الف جزء من ب. التقاطع بالاولى الاتحاد بالثانيه. التقاطع بالاولى والاتحاد بالثانيه. الشرط لام الف شرط ب. سهله جدا. التقاطع تقاطع على اللي تحت. تمام. اول ما اسمع كلمه مستقلان التقاطع بيساوي الضرب. لام الف في لام ب. خلصت الزيتونه بتاع المنهج بتاع الدرس التالت.
يبقى كام زيتونه؟ 1 2 3 حركات طبعا. اسمع متنافيين احط بصفر، وممكن المتنافيين دي من غير لام تبقى فاي عادي يعني. اول ما اسمع جزئيه الاولى بالتقاطع والثانيه بالاتحاد، الشرط كده المستقل انا اجيب التقاطع. عندي في المنهج كله او في الدرس كله الباب ده كله 3 قوانين اهو يا مستر. لام الف اتحاد ب، لام الاول زائد لام الثاني ناقص التقاطع. طب لام الف ناقص ب هو شيل ده، يبقى لام الف عشان بس ما تتوهليش وتحسسني ان انا بعمل اكتب في قوانين. لام الف ناقص ب شيل ده، يبقى لام الاول ناقص التقاطع. خش على التالت، لام الف شرطه، اي حاجه شرطه خبيها، 1 ناقصها وروح على ناحيتي. الله، ده الشرطه هي مستر 1 ناقصها، طالما شرطه 1 ناقصها. طيب هنا دي مساله حلوه، لما يكون الشرط على واحده الشرطه خبيها، خباها يعني طرحها. خباها يعني اعمل ايه يا شباب؟ يعني طرحها. شوف خبيها يعني طرحها. هنا طب اخبي الاثنين، طب لا، انا ممكن اعمل حركه شقلبهم واصبحت زيها زي ايه؟ زي اللي تحت. طيب يلا نشوف يا مستر شكليات المسائل. شكليات المسائل اول نوع النوع المباشر البسيط، اللي هو الراجل عاوز الاحداثيات تكتبها وتظبط وكلام فاضي، ده شغل بسميها انا شغل بتاع الاحصاء بتاع زمان يعني. دي شويه ارقام. بيقول لك كون عدد مكون من رقمين. عدد مكون من رقمين ايه مختلفين، اعمل لي فضائل عينه. طب ايه يا مستر فضائل عينه؟ احنا مش عارفين، اكتب لي كل حاجه. 2 و3 يبقى 32 42. ابدا 23 43 24 34. كده انا خلصت فضاء العينه. نشوف بقى، بيقول لك حدث، ايه الحدث ده؟ مجموع الرقمين عدد اولي اكبر من السبعه، دول مجموعهم كام؟ 5. طب ودول 6. طب ودول 5. عارف يعني ايه؟ بجمع دول. طب ودول 7 ودول 6 ودول 7، يبقى ده وده الاجابه الصح، اللي هي الاجابه رقم الف. خش على اللي بعده. قانون مباشر في حركه واحده، ولازم تيجي مساله. انا بقول لك، او لازم تيجي مساله. يعني ايه قانون مباشر في حركه واحده؟ يعني حضرتك انقش القانون وعوض. الناقص لسه واخدينه ما كملناش ثانيه، لام الف ناقص ب. لام الف ناقص التقاطع، الف بكام؟ الف معايا ب4 ناقص التقاطع ب1 تطلع ب3. خلصت. دي بقى اللي فيها شغل، وده حركات. انا ليا راي في الجزئيه دي جدا، مهم جدا جدا جدا. اوعى تقول انت سرحان ليه؟ ما تسرحليش، ركز هنا، ركز. عمك محمد المصري يظبطك. تمام. طيب بص يا ريس، لام الف بتساوي لام الف شرط، انا اتصرف فيها ازاي؟ على طول انت ماشي، اول ما بتلاقي في مشكله بتقول المشكله دي ايه؟ ايه المشكله يا مستر؟ المشكله يا مستر بسيطه جدا جدا جدا. لما اجي اقول لك الف بتساوي الف شرطه، اشطب عليها وحط لام الف بنص. خلصنا، ما هم الاثنين قد بعض. ودي لها قانون؟ لا يا مستر ملهاش. عاوز الف ناقص ب، يلا شغال. يبقى انت بتمشي في المساله وتشوف ايه اللي ممكن تظبطه. اول ما تلاقي دي شطبنا عليها وحطينا دي، لام الف ناقص التقاطع. الف بكام؟ بنص. التقاطع بتلت. ابقى حضرتك احسب في بيتكم، هتبقى سدس. خلص الموضوع. اللي بعده، طبعا الباب التالت ده بتاع الناس اللي بتفهم، بتاع الطلبه العسليه. بص، شرطه شيلها 1 ناقصها، شرطه 1 ناقصها. اول ما تلاقي شرطه 1 ناقص الموجود، دي مظبوطه. شوف بقى هو عاوز ايه. الله، ده الشرط على الاثنين. طب ما احنا قلنا يا مستر ده احنا كده مش عاوزينه، يبقى كده هعمل كده. طيب يبقى 1 ناقص الاتحاد. طب ما يبقى 1 ناقص، افتح قوس، الاتحاد له قانون. الدنيا مش صعبه، مش معقده. انا عاوز ده حولته كده، مش الشرطه على الاثنين يا معلم. يبقى انا اعمل قوس واحط فوقها الشرطه كلها، اي حاجه فوق شرطه 1 ناقصها. طب وده ليه قانون، لام الف نغير لك اهو يا عم اهو عشان ما تتوهش. لام الف ولام ب وناقص التقاطع. يا واد ركز، مساله جحده المساله دي. لام الف بكام يا معلم؟ بربع. لام ب بتلت.
لما التقاطع ب8 وحضرتك ابقى احسب شوف هل هتطلع بكام. تمام. تقريبا طلعت دي. الاحتمال الشرطي. الشرط فيه كام مسألة؟ مسألتين ما تتوهش. أول خطوة في الشرط قبل ما أحل أنا هرسم لك حتة مثلث تحطه في دماغك واكتبه عندك. إيه اللي أكتبه عندي يا مستر؟ إن لام الشرط تساوي لام ألف تقاطع ب على لام ب. لو أنا عاوز ده بضرب دول، عاوز ده بقسم كده. يعني نشوف كده. هنا عاوز الشرط، يلا التقاطع على ده لام ألف تقاطع ب على لام ب. يلا يا مستر 2 على 4 بنص. هنا بدأ يلعب في القانون ولا بيهمني ده عاوز التقاطع. يلعب ايه؟ ده انا في ثانية اجيبها. بص في ثانية تقاطع حاصل ضرب دول. مش انا عاوز ده. مستر بتاع تالتة كيجي قال لك ايه؟ بتاع تالتة كيجي، مستر بتاع تالتة كيجي قال لك اضرب دول. عاوز ده تضرب دول. ماشي. طب عاوز دي اقسم دول. عاوز دي تقسم دول. مستر بتاع تالتة ايه؟ تالتة كيجي، اوعى تنسى. فانت دلوقتي عاوز التقاطع. يلا يا مستر اضرب دول لام الف شرط ب في لام ب اللي هو كام؟ تلت في 12 على 25 وابقى اضرب حضرتك. دي مسألة حلوة. هعطيك هنا لعب في شوية قوانين. انا امشي مع المسألة خطوة خطوة. امشي ما تتوهليش اهو. دخلت على ده. الله، فكرت يا مستر ده ليه قانون. لام الف ناقص التقاطع. بص كده بحل كده في الامتحان. طب التقاطع بكام؟ ب1/10. يبقى لام ألف ناقص 1/10 بتساوي 4/10. صح يا معلم؟ صح يا معلم. ودي دي بعكس الإشارة. يبقى لام ألف بتساوي 4/10 زائد 1/10 5/10. تمام. كده أنا جبت اللي أنا عاوزه من الجزئية دي. تاني يا مستر، تاني حاسس الناس مش فاهمة. لام ألف ناقص ب ليها قانون. يعني انت بتيجي داخل على المساله كده. الناس اللي يا جماعه حاسه الماده معقربه، الناس اللي بتكره الرياضه ولا كلام فاضي، خش دخلت لقيت اول حاجه ايه؟ ان ده ليه قانون، ده مش ليه قانون. كتبت القانون، عوضت بده وديت ده بعكس الاشاره طلع لي لام الف. انا عاوز ده بقى عادي يا مستر. بيساوي لام الف تقاطع ب شرط على لام الف. انا بجيب لام التاني. طب الشرطة معناها إن الشرطة تطرح ألف ناقص ب على لام ألف. الله، ده طلع كمان مش محتاج تعمل ده، بس أنا عملته عشان خاطر أنت ما تلخبطش. عادي يبقى 4/10 على لام ألف. هتقول لي يا مستر طب ما كانش محتاج إزاي؟ أمال كنت هجيب لام ألف منين؟ يبقى 4 على كام يا أسد؟ على 5. في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم احتمال ظهور العدد 3. أتفه مسألة وأسهل مسألة. كل الناس ما بتبقاش فاهمة النوع ده عاوز إيه. بص في التاني قال لك بشرط علما بان اذا مش عارف ايه شرط. ما هي اذا الشرطيه بتاعت الانجليزي فاكرينها. طب في تجربه القاء حجر نرد منتظم احتمال ظهور 3. ما بصش انا للثلاثه، العدد الظاهر فردي. مين الفرد في حجر النرد ده؟ حجر النرد 1 و3 و5. فيهم كام 3؟ بص انت كده فيهم كام 3 يا مستر؟ هي واحده بس. واحد على كام يا مستر؟ ما حجر النرد طول الوقت بنقسم على 6. انت بتلخبط. لا ما بلخبطش، بقسم على فضاء العينه الجديد. فضاء العينه الجديد كام؟ 1 و1 2 3. تمام. 1 على 3. نكمل لسه في الباب الثالث يا جماعه. الباب الثالث فيه شغل شويه. اول ما تسمع مستقله التقاطع بحاصل الضرب. طب ما عادي في هنا كلمه مستقله. في كلمه مستقله بس احنا نسينا هنا مستقله. لام ألف ب25 لام ب بكذا. عاوز لام ألف ناقص ب. اتفقنا أول ما أسمع مستقلة أجيب التقاطع. لام ألف تقاطع ب. الكلمة أقرأ كده، أقرأ معايا مستقلة. يا شباب أنا أول ما بروح أنا عاوز أجيب بنطلون، بروح محل بتاع بنطلونات. أنا دلوقتي أول ما أسمع كلمة مستقلة أعمل كذا. إيه مستقلة؟ التقاطع بحصل الضرب. أهو يا مستر كام حصل الضرب؟ 25 في 4 ب1. خلصنا. شوف بقى هو عاوز ايه. فهمت اللعب في المسائل بتاع الباب الثالث ده. طيب انا عاوز لام الف ناقص ب. طب ما سهله جدا. لام الف ناقص التقاطع
ألف بكام يا مستر؟ ب25 ناقص التقاطع أنت جايبها 1 تطلع ب15. إيه اللي بعده؟ ها مستقلان التقاطع، يلا على طول أول ما تسمع مستقلان لام ألف في لام ب قبل ما تفكر. ها بكام؟ 6/10 في كام؟ 6/10 في 12 في مش عارف. ايه رأيك؟ شفت لخبطت ازاي؟ طيب ولا لخبطت ولا حاجة، برضو انت خد مثلث مستر بتاع كيجي. مستقلان دي قال لك ايه؟ التقاطع هنا فوق وهنا لام ألف وهنا لام ب عادي. انا عاوز لام ألف على طول، الموضوع بسيط طالما مستقلان ادي ألف اهو دول على بعض. يبقى كام؟ 12 على 6 يطلع ب4 ولا أي حاجة خالص. دي سؤال امتحان يا فريدة في الامتحان، اوعى تنسى يا فريدة. تمام؟ طيب بص يا فريدة، الراجل عاوز يعرف هما دول متنافيان مستقلان غير مستقلان، انا ما اعرفش. اول ما يجي لي سؤال من النوع ده يا شباب اقسم كشكولك نصين، تجيب لي هنا التقاطع لوحديها وتجيب لي هنا الضرب الالف في ب. قبل ما تبص في السؤال، التقاطع الراجل مديه بكام؟ التقاطع ب3/10. الضرب اضربهم يلا، 6/10 في 5/10 تطلع ب3. خلصنا على كده، طلعوا زي بعض يبقى يا مستر مستقلان. صعب ده؟ كلام بسيط جدا 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 جدا. ألف وب مستقلان على طول التقاطع بالضرب، يلا اضرب بقى 3 في 6 وخلاص. تمام تمام. ده التقاطع. عاوز ألف شرطة لام، على طول نحط القانون لام التقاطع على التاني عادي يا مستر، يبقى لام ألف ب ناقص ألف اللي عليه الشرطة يطرح على لام ب. طيب بسيطة. بعد كده لام ب دي لام ب ناقص التقاطع على لام ب، اوعى تمشي دي مع دي غلط. طيب لام ب بكام؟ لام ب 6/10 التقاطع 18 لام ب ب6/10 حضرتك حل يلا. خش على دي. جميلة جدا 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 جدا. نشوف كده يا شباب اللي هو ايه بنتكلم في ايه. صندوق بيه 5 كرات حمراء و10 كرات صفراء، على طول وانت مغمض اجمعها. سحب الكرتين واحدة تلو الأخرى بدون إحلال. بدون إحلال شيلها ارميها. يعني ايه ارميها؟ يعني لما تيجي تسحب المرة التانية هيقلوا. هو عاوز احتمال ايه؟ حمراء وتان. عادي بص، الكرة الأولى كام؟ 5 على المجموع. الكرة التانية أنقص، مش الحمراء نقصت والمجموع نقص، اضرب دول خلصت. سهل جدا، سهل. حاجات ألعاب سهلة كده وشغل سهل. الإحصاء دي ألعاب يا شباب. اللي بعده كده احنا خلصنا الباب الثالث، هننتقل للباب الرابع. الباب الرابع يعني مش عاوز اقول لكم يا شباب ده باب مضمون، تخش جوه منمر على الاسئله بتاعته. اول مساله مساله الجدول زي ما انت شايف، عاوز يجيب كاف. كاف ده شغل ابتدائي. طبعا احنا عندنا في الباب الرابع المتغير العشوائي ده بيتكلم في المتغير عشوائي متقاطع، متغير عشوائي متصل، توزيع ذات الحدين، وتوزيع الهندسي. طيب الباب الرابع لو جينا اتكلمنا في المتغير العشوائي نفسه، المتغير العشوائي عليه كام سؤال؟ انا مقسم لك هنا بالظبط على المتغير العشوائي 3 اسئله في الدرس الاول، 3 بس، والثلاثه جايين عشان نخلص. عاوز يجيب كاف، سهله جدا. كاف يا مستر بتساوي 1 ناقص، اجمع لي دول 1 و2 3 3 و4 7 خلصت. اللي بعده جدول برضه بس شايل لي منه الف وعاوز لي حاجه اسمها ميو. طب يا مستر انت ما اديتناش القوانين. القوانين نشرحها في فيديو كبير بعد كده، فمحتاج منكم شويه تركيز انتوا بقى ترجعوا للفيديو. بس انا دلوقتي بحاول اجيب لك المهم، الفنيات بتاعته. طيب عاوز اجيب الميو لازم اجيب الف الاول. يلا يا مستر هات لي الالف. قلنا 1 ناقص مجموع دول 3 و2 5، 5 و1 6 طلع ب4، حطها مكانها. يلا عاوز اجيب ايه؟ الميو. ايه الميو ده؟ بضرب كل واحد في اللي تحتيه كده اهو، سهل جدا. اضرب 1 في دي الميو واجمعها. 1 في 2/10، 2 في 3/10، 4 في 4/10، 6 في 1/10. خلص الموضوع يا معلم.
كلام فاضي جدا 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 يا شباب والله. ما تحسش الدنيا معقده، الدنيا بسيطه جدا جدا جدا. ها، إيه اللي بعده؟ س متغير عشوائي متصل مدى. اول ما يديك المدى كده يلا عوض بيه وساوم بالواحد. يعني ايه؟ سالب واحد زائد اتنين على السبعة. ها، صفر زائد اتنين على السبعة. ها، كاف زائد اتنين على السبعة هتساوي كام؟ واحد. جيب الكاف في لحظة. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ انا مش عارف. السبعة اللي تحت دي تنزلها زي ما هي، تجمع لي، اجمع ده زائد الرقم بالآلة. حاجة تانية يا معلم، تطلع لي بكاف زائد خمسة. يعني الكاف مالناش دعوة بيها، واجمع دول كلهم بالآلة اللي هو اللي انا هعمل لك عليه دوائر ده، دي ودي ودي، جمعتهم بالآلة طلعوا لي خمسة. اضرب بسبعة في واحد بسبعة، يبقى كاف زائد الخمسة بتساوي سبعة، ودي دي بعكس الإشارة، كاف بتساوي سبعة ناقص خمسة باتنين. خلصت. ايه رأيك؟ الدنيا بسيطة جدا جدا جدا. يبقى يا مستر انت اديت ايه؟ دول سؤال الجداول بتاعة المدى سؤال اتنين. معامل الاختلاف. معامل الاختلاف برضه انا عامل لي مثلث مستر كيجي. ده مثلث مستر كيجي ده اهو. الموضوع بسيط خالص. 100 سيجما الاختلاف الميو، ويلا شغال. وعايز معامل الاختلاف 100 في سيجما على الميو. ايه رايك؟ الموضوع بسيط جدا. المعامل الاختلاف بتساوي 100 في سيجما على ميو. هي ال 100 تنزل. مين السيجما يا مستر؟ السيجما دي انا ما اعرفهاش. السيجما دي بتساوي جذر التباين. جذر التباين. جذر التباين كام يا مستر؟ 4 على الميو. الميو بتاعك ب 100، يلا تطلع ب4. خلص السؤال. اللي بعده، إذا كان المتوسط ب 150 ومعامل الاختلاف يساوي كذا، عاوز التباين. التباين ده اللي هو السيجما بس ربعه. هات سيجما الأول. طب ما نفس القانون، قانون مستر كيجي. إيه قانون مستر كيجي بقى؟ الراجل عاوز معامل الاختلاف سيجما اللي هو بيساوي كام؟ الاختلاف في الميو على المية. الاختلاف في الميو على 100. شوف الحسبة كام، خلصنا الموضوع. وبعد ما تجيبوا تعملوا ايه يا شباب؟ تربعوا، خلص الكلام. طبعا هو تقريبا طلع لي ب 375. الدنيا بسيطة جدا. جميلة جدا جدا جدا. واحد يبص للمسألة دي يا مستر ده معقدة، اعتبر دي هي جدول. شوف الجدول يا مستر، جدول ازاي ده؟ دي زي ما انت شايف. ما تتوهش، ما تحسسنيش يا جماعة ان الحاجات معقدة. الدنيا بسيطة جدا. ايه انت عامل الجدول اهو يا عم. عملنا الجدول يا عم، غير لك اللون عشان تشوف. هسمي هنا س وهنا ده س ر. يا مستر كده بسهولة كده؟ بسهولة. حط الأرقام دي 1 2 3 5 حتى، سيبك من دي. تمام تمام. طب بعد كده عندي لام واحد بربع، لام اتنين الله بربع برضو. دي جنبها كام؟ 2. بص تيجي اعمل كده سهل جدا، اقسم على اللي جنبيها يبقى بتمن. طب 3 ب7 على 16. طب وألف قصد الخمسة ما اعرفهاش. تعرف تجيب ألف؟ يا مستر ده أنت لسه قايلها لي. 1 ناقص مجموع دول، مجموعهم ده زائد ده زائد ده، وأطلع الحسب بالآلة. خلص الموضوع. ده أول جزء في الباب الرابع. ما خدش دقيقتين 3. كمل يا معلم. التوزيع الهندسي ده ليه قانون. بس قبل ما ليه قانون، انا حابب دايما يا شباب اول ما تسمع التوزيع الهندسي بنتكلم في كام مساله؟ مسالتين، والاثنين في الامتحان. يا مساله تعويض في قانون، تعويض في قانون، يا اما مساله نظري تحت شويه كده هنلاقي تحت. يبقى انت بتتكلم في كام حاجه يا مستر؟ حاجتين. طيب نشوف. يعني هو الدرس كله مسالتين بس، طبعا انا مكتر كام مساله يعني. هنا هتجيب اول خطوه س توزيع هندسي 2 من 10 ادلال الاحتمال. تجيب حاجه اسمها ح على جنب، 1 ناقص ح، وتجيب لي نون. وبعد كده نشوف اللي هجابها كام. دي ب 2 من 10، النون دي ب3. 1 ناقص 2 من 10 8 من 10. حضرتك حافظ قانون؟ حافظ قانون في ثانيه. انا عاوز ايه؟ لام 3. فاكر القانون؟ ح 1 ناقص ح اس نون ناقص كام؟ ناقص 1. مين ح؟ 2 من 10. 1 ناقص ح 8 من 10. 3 ناقص 1 ب2. حضرتك احسب بالآلة بتاعتك تقريبا تطلع دي. ايه اللي بعده؟ نفس القصة. فين ح؟ ح اهي ربع اهو. نون هو نون ب2 بس اقل منها. طيب مفيش مشكلة. طيب 1 ناقص ح
واحد ناقص ربع تطلع بتلاتة على أربعة. يبقى أنت في أي سؤال في التوزيع الهندسي ح واحد ناقص ح نون. طيب هو الراجل عاوز إيه يا مستر؟ عاوز لام س أصغر من الاتنين. إيه اللي أصغر من الاتنين؟ لام س بتساوي 2 زائد لام س بتساوي 1. مفيش لام س بتساوي صفر، لا نون دي رقم بدايته الواحد وأنت ماشي. طيب يلا عوض يا معلم. يعني هنا يعتبر المسألة كم مسألة؟ مسألتين. ح ربع في واحد ناقص ح تلات أرباع أس نون يبقى واحد. طيب واحد ربع في واحد ناقص ح أس نون ناقص واحد صفر، ويبقى حضرتك احسب. اللي بعده هجيب أول حاجة ح. ح بكام؟ ح بتساوي تلاتة على خمسة. واحد ناقص ح واحد ناقص تلاتة على خمسة. طيب نشوف بقى الراجل عاوز الانحراف. ايه الانحراف؟ اللي هو سيجما. مفيش قانون لسيجما. طب ما انا اجيب سيجما تربيع اللي هو واحد ناقص ح على ح تربيع. طيب يبقى تلاتة على خمسة. واحد ناقص تلاتة على خمسة على تلاتة على خمسة تربيع. خلص الكلام. وبعد ما تطلع الناتج تاخد له يا معلم؟ تاخد له الجذر. دي جميلة جدا 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 جدا. احتمال النجاح في تجربة يساوي 25. ادي معايا ح. دي المسألة الثانية في الدرس ده اللي هو المقالي. فإذا كان احتمال أن يحدث النجاح قبل أو في المحاولة الثالثة. قبل أو في المحاولة قبل المحاولة الثالثة كده س أصغر من 3. طيب هو احنا عندنا نون بكام؟ س أصغر من 3. تقدر تكمل؟ طبعا. لما أنا أجيب لسه واحد ناقص ح. واحد ناقص 25 75 وابدأ شغال. هي معنى افهم تاني. دي ح واجيب واحد ناقص ح يركنهم على جنب. اقرا كده بقى. احتمال ان يحدث النجاح الاول قبل او في المحاوله الثالثه. يعني قبل 3 او فيها. يعني بالبلدي س اصغر من 3 عشان نخلص يعني. طب س اصغر من 3 دي اتفقنا نعملها ازاي؟ اهو س بتساوي 3 زائد لام س بتساوي 2 زائد لام س بتساوي 1. وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. انا افكرك 25 في 75 أس اطرح من دي 1. 25 في 75 اطرح منها 1 وانت ماشي واحسب الآلة بتاعتك. توزيع ذات الحدين. توزيع ذات الحدين اتفقنا يا جماعة ده ليه نظام تاني. طيب القانون الأول نون قاف ر في ح أس ر في واحد ناقص ح أس نون ناقص ر. ده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هو قانون ازاي تعرف تجيب الاحتمال بتاعه أو الحاجة بتاعته. أول نوع هتلاقيه مسائل مباشرة عادية زي ما أنت شايف. النوع التاني هتلاقيه برضه مسألة كلامية. طيب هنا مين دي؟ دي نون. طب مين دي؟ ح. اشتغل بقى يلا. نون بتساوي 5 ح بتساوي 2 على 3. طب واحد ناقص ح واحد ناقص 2 على 3 تطلع بتولد. يبقى أنت بتجهز دول في أي مسألة. يبقى توزيع ذات الحدين مع القانون وتبدأ تجهز حاجاتك. يلا يا معلم فين قانونك؟ قانونك فوق معايا س ب4 اهو. صغر كده شويه عشان بس تشوف القانون. نون فين نون؟ نون ب5. قاف طبعا دي ر 4 في ح معايا 2 على 3 أس 4 في تلت أس 5 ناقص 4 بواحد واحسب. تبدأ تحسب ازاي على الآلة؟ عادي يا مستر في ثانية نشوف الحسبة. 5 ق 4 تتكتب 5 قاف شيفت على هي دي القاف شيفت كام؟ 4 في الأربعة أهي. وجوز يساوي طلعت لي بكام يا شباب؟ 5. عاوز تكتب أي حاجة بقى مش فارقة معاك الموضوع بسيط. تمام؟ تمام. خش على المسألة اللي بعديها. برضو ده مين؟ نون ح وهتجيب واحد ناقص ح. طب مين ده؟ س تساوي الاتنين. ايه القصة دي؟ س تساوي 2 بسيطة جدا اهي. لام س تساوي 2 يبقى واحد ناقص لام س بتساوي 2. يبقى الواحد ينزل وشغال على دي قوسك اهو الجميل. يلا يا معلم نجهز بس هنا نون ب8 ح بتلت واحد ناقص ح واحد ناقص تلت. صعب كده؟ الدنيا بسيطة جدا. ح واحد ناقص ح كده يعني.
يلا اتفقنا. نون قاف 8 قاف 2 في الأول تلت ح أس اللي تحت في تلتين أس طرحهم، وابقى احسب حضرتك. خش على اللي بعده، لسه في حاجة في ذات الحدين أهو. دلوقتي يا شباب هنروح للمسألة رقم كام؟ 3. مسألة 3 دي بيتكلم في المسائل الكلامية اللي على التوزيع ذات الحدين. نقرا كده وبالراحة مع بعض. إذا كانت فرصة نجاح تجربة واحدة ح بتساوي كام؟ 5/10. أنا معايا ح أجيبها ب5/10، يبقى على طول. وعدد التجارب يبقى معايا نون كمان. عسل أوي. فإذا كان احتمال حدوث 3 نجاحات على الأقل، أقل حاجة 3، يعني أنا عاوز لام س أكبر من التلاتة. أقل حاجة 3 نجاحات، من 3 وطالع بالبلدي كده. أقل حاجة يعني أنت مثلا أقل درجة جايبها 3، يبقى أنت كنت ممكن تجيب أكتر. طب دي معناها إيه يا مستر؟ س أكبر من التلاتة. طب ما واحد يقول لك واحد ناقص. طب واحد ناقص ليه؟ أنا أكبر حاجة عندي كام؟ 5. طب ما أنا ممكن أجيب لام هو حدوث 3 نجاحات على الأقل. 3 نجاحات على الأقل. قال أقل حاجة 3 نجاحات، يبقى عندك لام س بتساوي 3. لام س بتساوي 4. لام س بتساوي كام؟ 5. وشغال. يلا مسألتك. يعني كأنك هتحل كام مسألة؟ 3 مسائل. تمام؟ والموضوع ده يا شباب سهل جدا وحاجة بسيطة. لو حضرتك هنكمل كده. لام س بتساوي 3 هتعمل ايه بقى؟ اتفقنا نون 5 قاف 3 في ح أس اللي تحت. ح اللي هي كام؟ 5/10 في أس اللي تحت في كام؟ في 1 ناقص ح ما جبناهاش. هي يعني في 5/10 تاني أس مين؟ أس الطرح. اللي بعده نفس القصة. كام؟ 5 قاف 4. كمل يا معلم. في 5/10 أس اللي تحت في 5/10 أس الطرح، وكمل مسألة. مسألة اللي جاية مسألة حلوة جدا 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 بتلخبط الطلبة. نروح للمسألة رقم كام يا شباب؟ رقم 4. س متغير عشوائي، السين بتاعته كذا. ده نون والحاء معرفهاش، وهنا س بس في خطأ هنا بسيط. أكبر لام س أكبر من 3. هو إيه اللي أكبر من 3؟ يبقى أنا معايا نون وح مش معايا، 1 ناقص ح مش معايا. س أكبر من 3. هو اللي أكبر من 3 4 يا مستر. طيب 1 1 و8. اخبط القانون. إيه القانون؟ خبطت القانون. 4 قاف 4 في ح اللي معرفهاش أس اللي تحت في 1 ناقص ح أس الطرح بتساوي 1 على 1 و8. يلا دي غارت ب1، وأي حاجة أس 0 ب1. خلاص يبقى ح أس 4 تساوي 1 على 1 و80. والله في ناس بتاخد لها الجذر الرابع زي الفل، وفي ناس بتقول 81 كام. احنا ممكن ناخد لها الجذر الرابع. ح بتساوي تعمل على الآلة شيفت جذر وتحط كام؟ أو شيفت العلامة اللي فوق دي، أو ممكن عادي مش ده 4 اهي فوق تحتها كام؟ 1. يبقى 81 ودي دي بالشقلوب أس ربع. خلاص يعني هنا 4 على 1 وديها بإيه؟ بالشقلوب. هتحسبها تطلع لك ح بكام يا شباب؟ ح بتلت. اللي بعده دالة الكثافة. اما نروح لدالة الكثافة ده الدرس الرابع يا شباب. انت بتتكلم عن مسألتين الاتنين في الامتحان. اول مسألة اهي، بس طبعا انا مكتر شوية. اول ما تسمع دالة الكثافة نص افتح قوسين زائد وناقص. اي مسألة. يلا يا مستر نبتدي. اول حاجة الراجل عاوز لام س اكبر من الاتنين اصغر من الاربعة. عادي جدا، الموضوع سهل جدا. نص عوض بالاتنين وعوض بالاربعة. 2 زائد 1 على 2 4 زائد 1 على 2 في 4 ناقص 2. حضرتك احسب خلصت. طيب لام س أكبر من الاتنين ولا أكبر من التلاتة؟ أنا مش عارف. الدنيا بسيطة. تحط التلاتة هنا كده يا مستر. حلو.
هو عاوزها اكبر. ايه اللي اكبر من 3؟ 4. يبقى انت تيجي عادلها كده تحط هنا 3 وهنا 4. خلصنا. يلا يا معلم، نص قوسين 4 ناقص 3. تمام. عوض بالتلاتة وعوض بالأربعة وحضرتك احسب. ها، لام س أصغر من التلاتة عادي، شيل دي وحط مكانها 3. يعني احنا بنقول كده اهو 3 كده مثلا. ايه اللي أصغر من التلاتة؟ 0. يبقى كأن المسألة لام س 0 و3. خلاص سهل. قوس نص قوسين ناقص زائد بصمج. خلصت الموضوع. ها، 3 ناقص 0. تمام. وهنا هتعوض بالصفر. 0 زائد 1 على 2، يعني بحط مكان السين دي 0 وبحط مكان السين دي 3. 3 زائد 1 على 2 والحسبة تتحسب. طيب دول كده لو طلب كده. طب لو هنا طلب ايه؟ لو طلب واحدة زي دي كده، لام س بتساوي 3. فين هنا 3؟ مفيش، يبقى الناتج 0. اللي بعده المسألة الجاية دي مسألة كويسة جدا. الراجل عاوز قيمة مين؟ الموضوع سهل جدا. اشتغل على دول. نص افتح قوس وسواها بالواحد ناقص وزائد. عوض بالواحد، عوض بالخمسة في 5 ناقص 1. هنا لما تيجي تجمع النص ينزل. هتاخد تحت 12 1 و5 6 ميم، وهنا 4، والحسبة تطلع بكام يا شباب؟ ب1. اما تيجي تحسب حاجة زي كده، امسك دول كلهم كده. بص اللي معمولين كده بالازرق دول، كله ده احبطه لي على الآلة وخلص نفسك. الله يا مستر، ده خبطته على الآلة طلع ب1. عسل قوي، يبقى الميم ب1. خلصت. اللي بعده، الراجل عاوز لامسي ب5 و0. دي مسألة حلوة فيها تك حركة، نكتب جنبها حركة اهي يا عم. في ناس كده ما تعرفش تحل. هل تعرف تحل؟ لا، انت ملخبط وما انتش عارف. الموضوع بسيط. الصفر تبع الفترة دي والخمسة تبع دي. ايه يا مستر مش فاهم؟ الصفر يعني ما بين الصفر والاتنين، والخمسة هنا. طب ما انا اقسم دي، هقسمها كده لام س اكبر من الصفر. تمام. لام س اكبر من الصفر واصغر من الاتنين، زائد لام، وممكن احط هنا 1 عادي. لام الخمسة احطها هنا كده، 5 هنا 2 لحد 5، وتحسب دي لوحديها وتحسب دي لوحديها. يبقى كام مسألة كده يا شباب؟ 2. النص ينزل قوسين زائد النص وقوسين، وتكمل مسألتك. مرة هتعوض هنا ومرة هتعوض هنا. نروح دلوقتي لمين يا شباب؟ للباب حبيبنا، الباب الخامس. الباب الخامس فيه شوية شغل حلوين جدا 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 جدا. يا مستر ايه هو يعني مش عاوز اقول لك شوية شغل وشوية تظبيطات تقدر تحله في ثانية. أول حاجة، الباب الخامس انت عندي 3 انواع من المسائل. المسألة الأولانية تبحث في الجدول وشغل الجدول اللي هي الرسمة الكبيرة المساحات. الشكل التاني يا معلم انك تقدر تتكلم عن ايه؟ عن تجيب لي اللي هو الدرس التاني المسائل بالكلامي وانت تحولها برضه المنحنى الطبيعي. المسألة التالتة فترة الثقة، وفترة الثقة دي مهمة جدا جدا جدا. أول مسألة على الشكل الطبيعي. هو ايه الشكل الطبيعي؟ الشكل الطبيعي ان هنا صفر، هنا صفر، وهنا رقم. ده الشكل الطبيعي. ابحث على طول في الجدول. لو جالك كده بالشكل ده، فين الجدول مثلا؟ اهو الجدول اهو. تمام. احنا عاوزين نبحث عن كام يا شباب؟ عاوزين نبحث عن 1.42. 1 علامة 42. بمسك أول رقمين، 1 4 1 4 1 4 1 أهو، وبتتحرك خانتين 0 1 2. خلصت. يبقى الإجابة 4 2 2 2. خلصت. هنا المسألة جاهزة؟ لا مش جاهزة، لازم أجهزها. في ناس تقول لك زود نص ونقص نص، وأنا مش فاهم. الموضوع بسيط. بص،
سالبين مع بعض وموجبين مع بعض نص ناقص. انا ملخص الموضوع كله في كده. طب موجب وسالب نص زائد. يا مستر ده انا اول مره في مدرس يقول لي القصه دي. طب ما انا عشان اخلصك منه. وعندي الاصغر معناها سالب والاكبر معناها ايه؟ موجب. اركن دول في مخك هتلاقي الدرس خلص. طب يا مستر فهمني. اصغر معناها ايه؟ سالب. طب سالب وسالب نص ناقص. سالب وسالب نص ناقص ايه؟ ابحث عن ده في الجدول. 84. والسالب كده كده زي الموجب. فين يا سيدي؟ 84. 84 علامة 8. فين علامة 8؟ اهي. اتحرك كام خانة؟ 4 خانات. فين الأربع خانات؟ 0 1 2 3 4. 2 9 9 5. 2 9 9 5. وحضرتك احسب. خلص السؤال. السؤال التاني. الله، ده دول 2 سالب بس هما شكل بعض. 2 واضربها في الموجب بس ابحث عن الاثنين. طب يا مستر الاثنين ده ابحث عنها ازاي؟ ده ما جنبهاش علامه، احط لها هنا علامه عشان يبقى 3 ارقام. ازاي يعني؟ ادي الاثنين حطينا لها علامه. صفرين. احنا دلوقتي نمسك نشد دول اول رقمين دول. 2 علامه 0 2 علامه 0 اهي. معناها اللي على الخطوه الاولى اللي هي 4 4 7 7 2. 4 7 7 2. اضرب حضرتك. ايه اللي بعده؟ الله، دي سالب ودي موجب. انت ما خدتش يا مستر الاكبر والاصغر ليه؟ ما هو لو مدي رقمين انا بشتغل على الارقام. طب لو مدي رقم واصغر واكبر بشتغل على الاشاره والايه والرقم. مش فاهمين؟ هنا المساله مباشره. هنا ده اصغر يعني سالب، والرقم ده سالب. سالب وسالب نص ناقص. يعني يا مستر مثلا انت ممكن تديني واحده كده مثلا صاد اكبر من 1.5. طبعا دي موجب ودي موجب نص ناقص وابحث عن ده في الجدول. فهمت؟ فالدنيا بسيطه جدا. طب لو جالي رقمين لو شكل بعض 2 في الناتج. طب لو مختلفين ده سالب وده سالب موجب ابحث عن الاول وابحث عن الثاني. سالب وموجب بينفعوا مع بعض نص زائد. سالب وموجب بينفعوا مع ايه؟ مع بعض. يعني مختلفين اجمعهم، متشابهين اطرحهم. خلص الموضوع. مختلفين اجمعهم، متشابهين اطرحهم. طب هنا مثلا مساله زي دي. طيب مساله زي دي كل الطلبه يقعد يقول لك ايه ده انا مش عارف ده انا متلخبط. لا، على طول اطرح من دي نص قبل ما تفكر. شوف الناتج يطلع لي كام. يبقى صاد علامه كاف. حتى اظبطها يعني انا بخلصك على طول بتساوي حسبة ده تطلع ب3 و7 وشويه حاجات كده. هبحث عنهم في الجدول. طب ابحث ازاي في الجدول؟ 3 7 هتلاقي التلاتات اهي. بص 3 7 3 7 3 7 3 كده يعني. فين اللي موجوده؟ هي 3 4. هي دي الناتج اهو. 3 4 1. يبقى الناتج هيطلع لك بكام يا ريس؟ بواحد. يبقى لما طرحتهم 3 4 1. اما طرحتهم طلع لك الناتج كام؟ واحد. يبقى الكاف طلعت لي بواحد. ايه اللي بعده؟ اهي. ده رقم اكبر من الجدول. طب ما عادي يا مستر تصغره وبعد كده تشتغل عادي. صغره يا معلم. يبقى لام س العلامه بطرح ميو واقسم على سيجما. يبقى 15 ناقص 17 على الاتنين بسالب واحد. يبقى كأنها لام س أصغر من السالب واحد. ركز بقى ركز. ركز بقى الحركة جاية اهي. العلامة سالب وده سالب وسالب ما ينفعوش نص ناقص. أبحث عنه في الجدول وأحط له علامة وصفرين عشان الزاوية. هنا أول ما تلاقي الميو ارمي الميو في البحر وارمي السيجما في البحر. يبقى كأن المسألة دي مكتوبة كده س أكبر من سالب واحد ونص. طب ده موجب وده سالب ينفعوا مع بعض نص ناقص زائد. سهل جدا 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 جدا. كلام بسيط. هنا اللي بعده. هنبدأ دلوقتي في رقم كام؟ 8. الموضوع بسيط جدا. اتفقنا نص ناقص الحسبة دي يبقى كأن لام العلامة صاد دي بقى معلش صاد أكبر من الصفر أصغر من الكاف بتساوي حسبة دول طالعة لي هنا كام يا شباب؟ الحسبة طالعة 3 3 4 علامة. خلاص او زي ما تطلع يعني زي ما تطلع انا بطرحهم زي ما تطلع الحسبه كام. تمام تمام. طلعت لي هنا كام يا شباب؟ طلعت لي اي حسبه اروح ادور عليها يبقى الصاد يبقى الكاف قصدي بيساوي. ابحث بقى في الجدول. ابحث ازاي في الجدول؟ ابحث بقى الناحيه الثانيه. 3 3 4. فين 3 3 4؟ 3 3 4 3 3 3 4 3
فين 3؟ بص الخانة أول 3 خانات دول بتوع الأصفار علامة 0، 3 اللي بعديهم علامة 1، 3 اللي بعديهم علامة 2، 3 اللي بعديهم علامة 3، بعد كده كله علامة 4. أنت عاوز علامة 3 كام؟ 3 3 4، 3 3 4 فين هنا؟ 3 3 5 3 3 يبقى كام؟ 9 واكتب بعد كده 7، يبقى الناتج كام؟ 9 7. أو أي حسبة يعني، خدت بالك كده؟ طيب اللي بعد كده يا شباب الدرس التاني ده اللي هو مطلوب فيه أصلا كام قانون. الدنيا بسيطة جدا. الدرس التاني إذا كان درجة الطالب في إحدى الامتحانات تتبع توزيع طبيعي، مدينا الراجل الميو بتاعته 75 تمام، وانحرافه اللي هو سيجما ب5. فإذا كان الطالب حصل على درجة هذه الدرجة 80، الطالب حصل على درجة كام؟ 80، يبقى الطالب جايب 80. اوجد الدرجة المعيارية. الدرجة المعيارية اللي هي صاد يا مستر، اللي هي س ناقص ميو على سيجما، دي كلمة الدرجة المعيارية. طبعا الدرس ده يا جماعة هما فيه 3 أفكار فقط لا غير، مفيش منهم غير ممكن فكرة زي كده تيجي يعني 80 ناقص 75 على 5 1، خلصت الدرجة المعيارية. الجزء اللي بعد كده يا شباب طبعا بتتكلم عن اهو اذا كان الدخل الشهري للمجموعه مكونه من 500 عامل يتتابع او يتبع توزيع طبيعي، متوسطه كام؟ المتوسط بتاعه 180 وانحرافه 15. فإن عدد العمال، ايه عدد العمال ده؟ عدد العمال ده العدد يعني عموما العدد بتساوي الاحتمال في العدد الكلي، في العدد ايه يا شباب؟ الكلي. طيب انت اللي جيب لي الاحتمال الاول، طب ما انا اجيب لي احتمال فان عدد العمال الذي يقل دخلهم يقل عن 198، اجيب لها الاحتمال. اجيب لها ازاي؟ يبقى لام اطرح منها ميو واقسمها على سيجما، تمام كده اتظبطت بقت صاد خلاص. تمام، هقول لام صاد اكبر من 180 يبقى 18 على 15. تمام، هقول لام صاد اصغر من، ابحث عن دي في الجدول تطلع لي بعدد ابحث عنه في الجدول، تقريبا طالع العدد ده 1 هتبقى نص ناقص هي دي اصغر صح؟ وده رقم موجب، يبقى دي سالب ودي موجب، يبقى نص زائد ولا نص ناقص؟ ده اصغر، طالما اصغر يبقى رقم ايه؟ عدد العمال الذي يقل دخلهم اقل من 100 كام؟ من 198. يطلع لي هنا الحسبه بتاعتي اضربها في كام؟ في المجموع الكلي 500 في الاحتمال اللي طلع وخلص الكلام. اخر جزء فتره الثقه والعينه والكلام ده. دول يا جماعه انا جايب لهم 3 قوانين، 3 قوانين بتوعهم حاجه يعني تمام. لو انا عاوز الخطا اهي، لو انا عاوز نون، لو انا عاوز سيجما، منها هي دي يا شباب اللي هي بتساوي سيجما على جذر نون في صاد 1/96. خلينا نخلص من نون، نون سيجما على ه في 1/96 أس 2 من سيجما ه في جذر نون على 1/96. دول 3 قوانين يا جماعة كده ملخص أنا مظبطهم لك على أساس إيه؟ توصل بسرعة. الراجل هنا عاوز مقدار الخطأ، يعني عاوز الأولى وده الخطأ. الخطأ بيساوي إيه؟ يلا عوض تعويض مباشر. السيجما معايا 1.2 في جذر النون ب64 في 1/96 خلصت. اللي بعده الراجل هنا عاوز الوسط الحسابي، لا الوسط الحسابي ده بيساوي الوسط الحسابي يساوي الحد الادنى ما قلنا بقى هنا بقى ممكن يلعب معاك بقى في اي مساله من دول. انت خلاص عاوز ه خلاص جبنا الخطا، عاوز نون حجم العينه خلاص برضو انت جبتها، عاوز سيجما برضو انت ايه جبتها. اللي بعده كده الراجل هنا عاوز الوسط. الوسط بجيبه ازاي؟ قال لك الوسط ده يا شباب، قال لك الحد الادنى والحد الاعلى على 2، يعني بالبلد اجمع دول واقسم على 2 خلصت. طب لو عاوز اله اطرح دول واقسم على 2، ودايما خلي الكبير طبعا في الاول.
كام على الاتنين واحسب حساباتك، خلص الموضوع. طبعا هو طالب هنا الوسط بس. إذا كان الحد الأعلى، مين الحد الأعلى؟ الحد الأعلى س زائد ه، والأسفل أو الأدنى س ناقص ه، يساوي 7.5. وكان مقدار الخطأ ده ب1.5. عاوز س، ودي دي بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 7.5 ناقص 1.25، قصدي 7.25 تطلع بكام؟ ب6. ما هو حجم العينة المطلوب؟ يعني هو عاوز حجم العينة، يعني عاوز نون. طب ما دي خلاص عرفناها لك، سيجما على ه في 1/96 أس 2. طب سيجما اجيبها ازاي؟ ده مش مديني سيجما، ده مديني التباين. أمانة عليك لما يدي التباين خد له كسر. 25 اله معايا في 1/96 كام؟ 2. اللي بعد كده خلاص كده يا شباب، احنا كده قدرنا نلم جميع المسائل، اللي على الباب الاول والتاني والتالت والرابع وكله. مراجعه سريعه، مراجعه ما خدتش وقت كتير، حاول تلم. انت حاسس الدنيا ضايعه منك في فيديو 4 ساعات نزل خلاص، ده لامم كل المنهج شرح وحل وفرم وكل حاجه. طب انت طالب حسيت انت ما فهمتش، انتظر صفحه الفيس، هنزل لك عليها شويه شغل جوز اللوز، حاجه كده بص من الاخر هتظبط لك الدنيا. السلام عليكم يا شباب، نلتقي ان شاء الله في اخر حاجه، المفاجاه وتسريبات الامتحان اللي هنخلص لك فيها كل حاجه. باي باي.